اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا بقى عملنا فطار ايه النهارده في سادس يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان مبارك علينا وعليكم. عملنا بقى فطار ايه؟ عملنا بسلة ورز وفراخ في الفرن. خلاص. انا بس سبكت الطماطم بتاعت البسلة عشان الوقت. جبت حلة الاول ونزلت ببصلاية طبعا، وشوحتها وفص توم، وبعد كده الطماطم بتاعتنا اللي مضروبة في الخلاط. وخلاص بقى بعد ما اتسبكت بنزل بالتوابل اللي عندي. التوابل اللي عندي كانت ايه؟ توابل بسيطة خالص: ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة ومكعبين مرقة، وبس كده. ومعلقة سكر كمان عشان يعادل الحموضة بتاعت الطماطم. خلاص. عايزين بقى تحطوا اي توابل انتوا حابينها حطوا عادي. خلاص. دي بقى معلقة السكر اللي قلت لكم عليها. وبعد كده طبعا بنغطي بقى على الصلصة بتاعتنا شوية، وبعد كده بننزل بالبسلة بتاعتنا. خلاص. هنا بقى بوريكم الفراخ كانت خلاص قربت تستوي، ويدوبك هحطها في الفرن إيه تكمل سواها وتاخد ايه الوش بتاع الفراخ كده. خلاص. ووريتكم كمان الرز هنا كنت طفيت عليه، استوى وطفيت عليه خلاص. عندي بقى هنا بسلة انا مخزناها في الفريزر، بسلة على جزر. بعد بقى ما الطماطم اتسبكت خلاص بنزل بقى بالبسلة والجزر اللي عندي. بحطها كده بقى على الصلصة بتاعتنا، وبسيبها بقى ايه تستوي براحتها. خلاص بقى هنغطي عليها. هنا بقى بوريكوا البسلة كده وهي بتستوي. خلاص. والفراخ بتاعتنا كمان بقى كنت حطيتها في الفرن وطلعتها كمان. وخلاص بقى كنا حطينا الاكل بتاعنا الفطار بتاعنا، وحطيت ملح وفلفل كمان. وبس كده. لو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. ويا ريت لو ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت ما تنسينيش بدعوة حلوة من قلبك ليا.